السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، بنقدم لكم عبر هذه القناة الأسعار اليومية والشهرية والعروض والتخفيضات اللي موجودة حاليا في الإمارات العربية المتحدة. يا ريت بداية تدعموا القناة بالاشتراك فيها وتفعلوا زر الجرس ولايك للفيديو علشان نستمر بإذن الله في عرض المزيد. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن سعر الإقامة في الإمارات. زي ما حضراتكم طلبتم مننا طبعا جبنا لكم كل التفاصيل علشان تكون او يكون الموضوع بمعنى صح واضح قدام الجميع. بيبحث كتير جدا عن خطوات الحصول على الإقامة في الإمارات، وخصوصا إنها بتتميز بالعديد من الخدمات بالإضافة للاستقرار المادي اللي بيمتلكه المقيم داخل الإمارات العربية المتحدة. وشهدت السنوات الأخيرة إقبال كثيف وكبير على السفر لها والعمل في المؤسسات داخل الدولة، وأصبحت ضمن الأكثر جذبا لعدد كبير من المواطنين داخل الوطن العربي والشرق الأوسط. وأوضحت الإمارات العربية التفاصيل الخاصة بكيفية الحصول على الإقامة والأوراق المطلوبة، بالإضافة للرسوم التي يجب على كل مواطن دفعها للحصول عليها، والتمتع بالمميزات اللي توفرها الدولة. ونظرا للإقبال الشديد اللي تم الحديث عنه والبحث في السفر بشكل كامل إلى أبو ظبي أو دبي، بنقدم لحضراتكم كافة المعلومات عن الإقامة في الإمارات العربية المتحدة من خلال الفيديو ده. تبلغ تكلفة الإقامة في الإمارات العربية المتحدة عند 1350 درهم إماراتي، سواء بغرض الإقامة أو العمل داخل الدولة اللي تم الإعلان عنها بشكل كامل وكبير خلال الفترة الأخيرة. وذلك أيضا محددة بعض التفاصيل الخاصة سواء للوافدين من منطقة الخليج أو من خارج المنطقة العربية. حددت الإمارات العربية المتحدة تكلفة الإقامة حيث تختلف الرسوم على حسب نوعية الشخص المقيم داخل الدولة. تبلغ تكلفة استخراج تأشيرة الإقامة بدون عمل 350 درهم إماراتي، فيما جاءت تكلفة استخراج تصريح الإقامة في الإمارات بالإضافة إلى التأشيرة الزرقاء 1350 درهم إماراتي. وقد حددت الإمارات تجديد الإقامة للمصريين 3 سنوات، والكفيل وافد 560 درهم إماراتي. وصلت تكلفة تجديد الإقامة في الإمارات لمدة 3 سنوات والكفيل الإماراتي عند 510 درهم إماراتي، وذلك وفقا لما تم إعلانه. أما بالنسبة للحصول على الإقامة، الدخول لخدمة الإقامة في المصريين وتظهر صفحة بها أيقونتين، تصريح الإقامة أو تصريح التأشيرة. اضغط على تصريح الإقامة، تظهر كل الشروط والمتطلبات المتوافقة، قم بقراءتها جيدا ثم استكمل باقي الخطوات. تظهر علامة مدون عليها ابدأ الخدمة، اضغط عليها. تسجيل الدخول للبوابة من خلال كلمة المرور أو إنشاء حساب جديد. ملء استمارة طلب التصريح الخاص بالمتقدم، تظهر علامة التالي قم بالضغط عليها. يطلب من المتقدم رفع المستندات، قم بإدخال جميع الأوراق المطلوبة. استكمال الخطوات عن طريق الضغط على التالي. تظهر قيمة الرسوم المطلوبة، اضغط على الدفع. بعد القيام بالإجراءات الدفع قم بالضغط على استكمال الطلب، وبعدها بدقائق يستلم المتقدم رسالة قبول الطلب، وينتظر المتقدم إرسال رسالة نجاح الطلب. بكده بنكون اتكلمنا مع حضراتكم عن التفاصيل. أما بالنسبة لتكلفة استخراج تجديد الإقامة لمدة سنتين 460 درهم إماراتي في حال إذا كان الكفيل وافد بشكل واضح. أما إذا كان الكفيل في إماراتي يصل إلى 410 درهم إماراتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.